السلام عليكم، صبحكم الله بالخير يا غالين. قصة اليوم فيها مواقف تعرف طقه كعب داير، بس انه يعني احنا فيها عبره هي، يعني انا اتمنى اني انا اولكم اخذها بعين الاعتبار، وكذلك انتم وخصوصا الشباب. هذا واحد من هالقطر عمره 22 23 ووحيد ابوه، سافر ديره وعين له كويتي في نفس الديره مصيفين، عين كويتي قدامه ما يعرفه، تعرف عليه في نفس الديره، سلم عليه وصادف انه نفس الاوتيل نفس الفندق وياه، وصار بينهم زارق طيب وخوه وروحه وجايه القطري الحاله والكويتي الحاله، وسبحان الله توالفت القلوب يا ولد، كل يوم هو وياه معه، لدرجه ان القطري مدد 4 ايام في رحلته على اساس الكويت يرجعون سوا. فالقطري رجع الدوحه وهذاك رجع الكويت، وخذوا ارقام بعض وخذوا سنابات بعض، وصار في تواصل شبه يومي وياه، يضحكون ومواقفهم في السفره، يعني صار بينهم خوه. الوكاد عقب 8 شهور قام الكويت يرسل رساله اللي في قطر: يا مرحبا يا فلان، اعزمك على عرسي الاسبوع الجاي يوم الخميس، مرحبا والله ومسهله، وما جيت تراك معذور، انا في دير وانت في دير، لكن ما بغيت اتعداك وابلغك في عرسي. هذا ارسل لا والله الا ان شاء الله من الحضور، وجعل ربي يوفقك ويبني بيتك وجعل فالك عيال. الوكاد ان شاء الله اني انا اصوبك. دخل على دوامه القطري، شاف دوامه يوم الجمعه الصبح ودوام شفتات، وهذا قايل له تعال لي عرسي الخميس. يعني انا الحين اذا بحجز طياره ما في طياره تجي في الليل، يعني لازم اني شنو اروح سياره الاربعاء، احرك اوصل الكويت في الليل، ارقد احضر العرس، عقب العشاء عشاء العرس احرك، حتى رجل عينتي واحرك، اوصل الدوحه الفجر، يصادف 4 ساعات دوامي، فما له الا الطريقه هذه السياره. هو وحيد ابوه، جال ابوه توه شباب عمره 12 سنه، قال لي ما عندنا سلامتك، تذكر انا يوم رحت الدير الفلانيه، قال تعرفت على كويتي وصار بيننا مزارق طيب، والرجال من ال فلان ورجال سنافي ومشغول، قال طيب، وقال عزمنا على العرس يوم الخميس، وانا دوام الجمعه، فانا بمشي الاربعاء ان شاء الله في الليل المغرب، وبحضر عرسه وبعود ان شاء الله. قال شنو تضرب الخط لحالك تدرد ليه؟ عسى ما شاء يا ابن الحلال الله يوفقه في حياته وجعل ربي يبارك له، الا اتصل عليه واعتذر قل دوام الجمعه، والرجال بيعذرك وارسل عنيتك للرجال، دعوه بسيطه، انت في دير وفي. قال لا يبا الرجال اول مره يعزمني وعرسه ودنيا، قال يبا طالبك طلبه، قال والله ما تروح، والله ما خليك تضرب الخط لحالك، لا روح من رايح، قفل الشايب، روح لامه، يمه انا موقفي كيت، وهذا الرجال لا يفشني ابوي، وتعرفت عليه وصار بيننا مزاج طيب، والرجال السنافي. قامت امه حنت عليه وحيدها وتكلم، خليه يروح خليه يروح، قال لا والله ما يروح، والله كان يحب السماء، راح ما بيروحها. تنح الشايب، ابوه قفل، يقول طال عمرك العمه يا يبا، يقول حق عمه يا عم انا موضوعي كيت كلم ابوي، انا كيت كذا يحرجني ابوي، قال يا ولد خلي الرجال يروح، تودع بسيط ايام ما قصينا خطوط، قال والله ما يروح، قال يا ولد ابوك قافل خلاص استعتب ارسله عنيته وحي على البلاع، قفل هذا، قال والله لا اروح، لا بس لازم ابوي يوافق. قعد سلف جدي في عزبته، وجه جدي في عزبة ابن، ادخل عليه يبا امسك بالخير ما عندنا سلامتي، داش العلم قال موضوعي كيت والرجال خويي وتعرف، وهذا الشايب حفيد هذا يدري انه هو وحيد ابوه ويحبه، وشاف الولد انه فيه مرجله وبيوجب الرجيل وبيقطع الفرجه، ويبا ما يصير ومزارق طيب، الرجال يعزمني وهذه علاقات، وقوم يدق على ابوه السلام عليكم، قام الشايب دق على ابو الولد يلا حي، قال فلان عندي وبيروح كلمني على عرس رفيقه وخله يروح، قال هو وصلك؟ قال لي وصلني، سمعت ولا؟ خله الصبي يروح، ودعاء بسيط الحافظ رب العالمين، والله لو تخليه مو في الدوحه تحفظه في بيتك، ان جاء يومه والله ما يرده الا رب العالمين، وش بنت رد منه الموت، خلي الرجال يروح. قال تم هداك الله. قال حق ابوه راح الله يستر عليك، وكنت تركد ومتدرب. ساس هذا خذ اغراضه دق سلف، الحين بدت القصه، خذ اغراضه دق سلف الرجال ومشى، سرى تقريبا العصاري، حرك من القطر، يوم وصل قبل منفذ قطري، ولا هالشايب اللي عمره تقريبا حوالي 75 80 دوي مع شنيطه يشر الحاله، وقف تقول خير وين رايح؟ قال الشايب هذا سعودي، وين رايح؟ قال يا ولدي انا رايح الحسن، قال حياك اركب معي، يركب معه، سولف انت من انت منه وانت من انت منه، وش علومك وش عندك وما عندك، ويقول ادخل منفذ قطري ومنفذ السعودي من خلص، ويجي طال عمرك هذيك حاره الرجال ادخل حسا، وانزل الشايب، قال شايب القهوه تعاش يا ولدي تعاش، قال والله اني عجل عاد وراي عرس الكويت الله يستر عليك امورك وياك كل شيء معك، شاب يتمسك اغراضه، قال ايه كل شيء معي، ويدق سلف رفيقنا الولد ويشتغل الكويت، ساعه تقبل على المنفذ الخفجي، طلع الجواز ولا الجواز اخضر، ابو فلان بطل الجواز ولا جواز الشايب، ابو فلان طيب جواز اخوي، قال يا ولد دقيقه هذا جواز منو؟ عطني، قال يا ولد انا قطري، انا موضوعي كيت وخيت الرجال كيت، قال لا اله الا الله عرس الرجال بكره، قال حبيبي عرس الرجال بكره مو عرس الرجال بكره، لو شو تقول ما يصير لازم هويتك، يا لا هذا والله الشغله، ولا عنده بطاقته مجيبها
يقول لك طريق يعطوني ورقه ارجاع منفذ الخفجي، يقولوا حد الدعسه ولك لا ساهر لا كاميرات، يقول ما غط الموتر مغط، قصيتها 4 ساعات ونص انا داش الحسا. يقول يوم دخلت الحسا 1 الا ربع في الليل، 1 الا ربع 1 الا ربع، يقول والله اني حتى البيت يلا اذكر المواري عندهم بقاله في مجمع خذيت من عنده يمين، يقول يلا يقول لين وصلت البيت، ساعات وصلت البيت وطق الباب يظهر لي ولد الشايب، السلام عليكم السلام، قال شو انصدم ولد 1 الا ربع قطري يطق الباب، امر يا اخوي قلط فنجان قهوه، قال يا والله ما عندي الا سلامتك يا ولد انا والله اني عجل، انا وصلت لي شايب هنيه ووراي عرس الكويت وتبدل الجوازات وتوني جايك من الخفج، قال انت بس شايب بيض الله وجهك الله يعينك، قال بس الشايب مو بهنيه، قال جو الشايب، قال الشايب في صلاصه في عزبته، قال يا المتى بيرجع، قال يرجع يمكن بكره ولا اللي عقبه، هذا اللي ما يسمع شوره شيبانه، شوف ربي يسوي فيه يخليه يطقه كعب داير، قال يا ولد انا عاد وراي عرس الكويت، قال اجل انت حدك يعني ما عندك، قال اجل قم بدك سلف روح عزبه الشايب، يقول اركب معي موتر انت يا القطري جيب، يقول دك سلفه وصلاص العزبه، يقول جاء صلاص هناك، يوم دخلنا العزبه يقول عاده حتى انصدم ابو ولد الشايب، يقول يوم جو ولا اخوه موجود، قال ابوي وينه؟ قال ابوي تعب وقال له اخوي يعود البيت، رد الحسا، هو هذا عليك طريق، يقول انا هذا اولع بعزبتهم احرق احرقهم هذول وين ترضولي هذول، قال يا ولد والله يا دائما ابوي والله يا دائما ابوي مو بعادته انه يرجع بالليل، بس ظاهرنا تعب والحقه تعب، وقال والله الحقه تعب انتم منه شيء، قال يا ولد دق على اخوك شوفوني يوم دق على اخوه قال ربنا في الخط يوقف يعني يركب ياهم اخوهم ياخذ جواز، دق على اخوه قال والله تو الشيء الحسا، قال يا ولد اجي اعود الحسا، يقول نغطي الموتر، يقول يطلع هناك ويعود الحسا مره ثانيه، يقول يوم دخلنا الحسا والله عزكم الله في حمار منحاش ويعرض الشارع وهو يدب الحمار ولك ويروح الراديتر والكبوت، واخوينا قطري من العجاله حد الدعسه طريق فاضي بالليل فبيلحق ما ادري وين طلع له ذا الحمار نحاش من المزارع اللي في الحسا ويهف الحمار طلع عمك طشره هناك، يوم تكسر الراديتر الكبوت يا ولد طلعت طرقان، قال يقول يا نهب السفره وينها طلعت انا وش الله كاتب، قال له الله الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه، يقول والله اني يوم طلعت يوم رديت من الخفجي وانا رايح الحسا ما طلع لي في ابوي، يقول والموقف اللي صار والدعمه قلت بس اشتري ابوي مو براضي اشتري ابوي مو براضي، لكن الحمد لله انا بالحديد ولا فيني، يقول دقون ونش ونشيل السياره ما في جراج بالليل وياخذون تخطيط وشله وحطه في بيت الرجال، قال يا ولد انا برجع لاهلي انا ويدق على رفيقه وينك فيق انا في الدوحه، قال يا ولد انطرني عند منفذ بخلي الربع هنا يقطوني على المنفذ السعودي وبجي الدوحه لا به عرس وبدق على رفيقي بقول يا ولد العذر والسموحه وانا قال لي حادث بقول انا صار لي ظروف ولا اقدر اجيك، الوكاد يركب مع ولدها اللي معه عندهم ونيت قديم تاير مبنشر، الوكاد يوم جاي يركبون على الشاب قال ابشر بالعوض ابشر بالعوض خل موترك هنيه وحنا بنقوم في واجبه وبنوديه وبنصلحه، قال لا انتم خلوه بس انا بروح قطر بريح وبداوم عقب الدوام بجيكم بس خليني اخلص من دوامي، انا ما عاد سوت علي ولا عاد ابي شيء، ابي بيتنا ابي الدوحه ابي اقعد في بيتنا، انا ما ادري ايش بيصير فيني الظاهر بحترق انا بفاحم في الشارع، يقول اركب مع الولد وادق سلف ونشل عن الولد على ونيت ابوهم، قالوا الشايب اللي ولده قال يا ولدي ترى التاير ورا مبنشر، الشايب ظهر نعرضه الشايب هذا هو من جاه هو اصبعي مو بحظهم طيب، لان الشايب واقف برا يقول حق ولدي يا ولد عب التاير ترى التاير ورا مبنشر، يقول كنا بنحرك وما ندري عنه والتاير نسم خفيف، قال ابشر ابشر يبا، يقول طلعنا من الحسا اول محطه يوم وقفنا احنا قدنا في ليل ولا راح البنشر بسكر، يا ولد وين قال عاد في واحد يشتغل في المحطه، قال شوف هذول الثلاث اللي هناك هذول ترى تعين عندهم يعبون هواء عندهم يعني عده روحوا ويعبوا لكم هواء، يقول ندق سلف ونجيهم، ساعه جيناهم قالنا في هواء، قال ها يسولفون، يقول احنا نسولف في ظلمه قطع يعني في طرلات هناك صادله، يقول والله اشتغلت في الاشارات وليتات جيوب قسما بالله ما تدري الدنيا وين، اداري تريلت هذه مرصوده من قبل مكافحه المخدرات السعوديه وهذول صفطوا عبالهم تبديل بضاعه، هذا الزعيم هذول تريلات فيها الاغراض وخمطوهم كلهم ولا وقفوهم ولد والطراقات طبعا مكافحه المخدرات ما في الطراقه ما يدرون كنت بريء وبريء، اهم شيء انا مغلطك عشان يمكن وراك علم يمكن تجحد، يقول يا ولد اول 3 ايام بط هو السعودي اللي معاه هذا لين مع التحريات الدنيا طلعوا هذول ما لهم ذنب، قال يا ولد انتم جابكم عند هذول احنا ننطرهم صار مرت هذه الشهور
نراقبهم نرصدهم. وين جيتوا من؟ قال يا ولد انا حظي مو طيب، انا موضوعي كيت وبحضر لي عرس، والعرس طاف عليه صار له 5 ايام وتلفوني مغلق. يا ولد انا ما بشيء، عطني جوازي، ملابسي حتى جنطتي اللي في السياره ما بيها، انا بهلي، عطني جوازي بس، عطني جوازي. يقول هذا يقول شرع سالفته الضابط اللي يضحك، قال الله يستر عليك، قالت له المرضى اسمه شورشيباني، قال يا ولد انا خلاص الحين توبه بس عطني جوازي الله يعينك. خذ جوازه. يقول ودك سلفه على طول مطار اقرب طياره متكي ياكل ماك بالمطار، ياكل ماك ستاربكس ليه 4 ساعات 5 ساعات قاعد المطار ليه؟ يقول انا ما بالشارع ابي اركب بس اوصل الدوحه. ويجي لابوك ها ابوك وينك؟ ادق عليك ما ترد، تلفونك مغلق، انت وينك؟ انت شر فيك؟ انت واتساب ما تفتح. قال لهم خويك وصلت له؟ قال وصلت له. قال لا والله ما وصلت له الا والله اللي ما يسمع شعورك عليه الحرام منه ضايع عيبه. قال معلمك وش اللي حصل؟ قال رحت وهذا ما حصل، الجوازات ودعمت عزك الحمار والموتر في الحسا، ورحت هناك والله قال اطرحوني مخدرات وودوني الرياض 4 ايام وتلفعت ولا عاد سويت علي ذا المراجل ولا ذا المواجيب اللي بضربها في الكويت، ليتني والله قاعد عندك وليتني والله سامع شورك. فهذا يا اخوان الام والابو اذا قال لك شيء وفي داخله هو صادق انه يقولك لا، يعني قلت ترى بسافر مع الربع بروح مصر ولا بروح لندن، قال لك ابوك اول مره يقولك لا ما في روحه، ترى ابوك يحس قلبه ناغزه بيه شيء، لا تروح خلاص لا تعاند، ابوك قال لك لا اجل بتطير الدنيا بعد هذه الشهور 4 شهور سافر بيطخ ابوك، لكن لا تعاند وتقعد تزن على ابوك تزن لين يوافق، لان ابوك اذا امك اذا قالوا لك لا وهم صاملين بكلمه لا ادري ان قلبنا غزهم في شيء، والله ان ربي حافظك من شيء. الله يوفقنا وتوفيق الطيب. هذه قصه رفيقنا القطري والله ما ادري هو يشوف السناب ولا لا، لكن تحياتي واشواقي يا حبيبي، الله لا يعطيني حظ.